امتى اخر مره خرجتي في ديت ولقيتيه بيطلب ميه معدنيه وباصص في المنيو كانه بيقرا تقرير البنك المركزي؟ ايه ده ايه؟ البخيل يا جماعه ده كان غريب جدا، بيكره يصرف فلوسه هو وفاكر انه على طول محدش شايفه انه جوست، بيبقى قاعد في وسط القعده وبيحاول يعمل حركات الاكروبات بتاعته عشان ما يدفعش. وهو مش واخد باله ان كلنا شايفين العرق اللي بيطلع على جبينه اول ما التشيك ينزل على الترابيزه، طلع ان احنا شايفينه شاطر وبتاع بيزنس وبيعرف يصرف قرشه في المكان الصح، واحنا في الحقيقه بنبقى قاعدين بنبص لبعض وبنقول يا رب الويتر يخلصنا من اللحظه المحرجه دي. لو البخل في الفلوس مقرف فالبخل في العلاقات قاتل، بيخاف يديك كلمه حلوه لاحسن تخلص، وبيخاف يديك اهتمام لاحسن تتعود. لا ممكن تخليها واحده واتنين شاليمو. نهار اسود. وموديلات البخل بصراحه في السوق مكمكمه قوي، في موديل اسمه عايش شحات وما تغني، مش بيستمتع بالفلوس، ده بيستمتع بوجودها بس. وفي البخيل بتاع نص جنيه يقعد يحسب نسبتك في الملح والخل عشان يخصمهم من نصيبه. وفي بخيل العزومات الوهميه، يا ريس والله المره الجايه عندي، والجمله دي اتقال بقى لها 4 سنين. وفي الموديل الفضيحه، بخيل لمام البواقي، ده اللي بيجي العزومه ايده فاضيه وبيمشي واخد كل الاكل معاه في علبه بلاستيك حاططها في جيبه. جايب علبه بلاستيك معاك ليه يا معفن؟ يا معفن. تروح معاه فرح تلاقيه كاتب اسمه في الكشف ومطلع ظرف شكله شيك جدا، تفتح الظرف تلاقي جواه 10 جنيه مكرمشه ويقول لك الاصول اصول يا فحيص. ايه ده؟ لا البخل يا جماعه عندهم منطقه في المخ اسمها insanity of scarcity، دايما شايفين ان بكره سواد ولازم يشيلوا له حاجه. البخيل هو الشخص الوحيد اللي ممكن يروح فرح عشان يتعشى. عشان تنظف مخزنك من الجلده البخيل لازم يتواجه. اكسف بخله بكرمك يا جماعه. الكسوف عند البخيل هو السبيكه اللي بيبني بيها ثروته. البخل يا جماعه مش بس في الفلوس، البخل في الاصول. البخيل بيحب ينقنق من طبقك عشان يوفر 8 طبق. الحقيقه المره يا صديقي الفحيص، البخل ملوش علاج بالمنطق. البخيل مش هيتغير بكلمتين حلوين، ده محتاج هزه تخليه يفهم ان الكفه ما فيهوش جيوب. يا فحيص الفلوس وسيله عشان نعيش مش غايه عشان ندفن وهي معانا. اللي بيبخل على نفسه عمره ما هيعرف يديك حب ولا اهتمام ولا حتى ضحكه صافيه، لان الضحك عنده بحساب. يعني اللي بيعيش بخيل بيموت فقير مهما كان رصيده في البنك.